بيك عزيزي المشاهد في برنامج سؤال وجواب. سؤال حلقتنا النهاردة الحلقة الثالثة: هل توجد ممارسات يمكن أن تغير مصير الإنسان بعد الموت؟ وبنرحب بضيف الحلقة النهاردة الأخ أرمية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وبكل المشاهدين. سؤال الحلقة بيقول: هل توجد ممارسات يمكن أن تغير مصير الإنسان بعد الموت؟ بنقرأ من إنجيل متى إصحاح 9 عدد 8: فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. السلطان اللي في عدد 8 هل ليه علاقة بالسلطان اللي في عدد 6؟ في عدد 6: ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. بنلاحظ أن سلطان على الأرض. لماذا؟ لأن إذا المؤمن مات وراح السماء مش محتاج غفران خطايا، لأن السماء ما فيهاش غفران خطايا. وإذا واحد خاطي ومات وراح جهنم ما فيهاش غفران خطايا. الغفران على الأرض. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللي ياخد ويلحق غفران الخطايا هنا على الأرض كسب ويا بخته، اللي فاتت عليه الفرصة هنا ضاعت عليه إلى أبد الآبدين. طيب يعني بعد الموت مفيش حاجة اسمها تقدم صدقة عن فلان أو تصلي عن فلان اللي مات، أو إنك تطلع عبارات عن فلان اللي مات عشان تخفف من عذابه، عشان بعد فترة ربنا يغير مصيره؟ يعني بعد الموت مفيش أي غفران، لا بصدقات ولا تقديمات ولا أصوام ولا أي حاجة؟ ممكن تعرفني الكتاب بيقول إيه؟ اسمحي لي أقول إن كل اللي حضرتك قلتي عليه هو إنجيل الشيطان. يعني إيه إنجيل الشيطان؟ يعني خبر صار كاذب. يعني ما قيمة خبر كاذب يقدمه لك الشيطان؟ زي مثل في الجنة: ما قال للمرأة لم تموت. هل ده خبر صحيح؟ كذاب، والشيطان كذاب وأبو الكذاب. هل الكلام اللي حضرتك قلتي عليه ده في أي آية في الكتاب من التكوين للرؤية بتستنده؟ إطلاقا مفيش أي آية موجودة في الكتاب بتقول اللي أنا قلته ده خالص. بالعكس، هنا عكسه. اللي موجود هنا ان السلطان لغفران الخطايا ان لما يكون الانسان على الارض. لكن عايز اقول كمان حاجة تاني، ان لابن الانسان سلطان ان يدين، وده اللي بنقراه في يوحنا 5. يبقى ليه سلطان ان يغفر خطايا لكل تائب يجي طالب منه الغفران هيديله الغفران. طب اللي مش هيجي، انا مش عايز غفران خطايا، ابن الانسان ليه السلطان ايضا ان يدينه. هنا السؤال بتاع الحلقة للأسف إنهم ما شافوش في المسيح غير إنه واحد من الناس، إنه أعطى الناس سلطان مثل هذا. أنا قلت قبل كده إن المسيح هو الله وهو الإنسان في آن، وهو الله الذي ظهر في الجسد، وأثبت ذلك بإنه عارف أفكارهم، وإنه قال للمفلوج احمل سريرك وامشي. مش مجرد إنه قال مغفورة لك خطاياك، لكن برهن على إنه الله الذي يغفر الخطايا واحد هو الله. بس هم للأسف قالوا هذا الرجل يجدف، فمن يغفر خطايا إلا الله. ولما برهن انه فعلا غفر الخطايا قالوا ياه، ده ربنا ادى الناس سلطان. يعني مصرين على ان المسيح واحد من الناس، ما يزيدش عن كده. بشكر حضرتك يا أخ أرميا للتوضيح والإجابة على سؤال الحلقة اللي هو: هل توجد ممارسات يمكن أن تغير مصير الإنسان بعد الموت؟ وبشكر كل المشاهدين. لو عجبتك الحلقة اضغط لايك وشير ودوس على الجرس لتفعيل الاشتراك ليصلك كل جديد. انتقلنا المسيح في مجيئه. نلتقي في حلقة جديدة وسؤال جديد في برنامج سؤال وجواب. إلى اللقاء.